صايع. احنا انا بس يا عم حسني اللي بيهمني اللي يهمني هنا صحة الناس، صحة الناس، وخاصة لما تكون انا عايز، لان بعض الناس يقول لك لا لا ازاي انت بتشكك، ده اسم المحل مشهور يا استاذ مش وائل ممكن يعمل كده. بص يا استاذ وائل، اقول لك بقى حاجه، انت عايز تعرف الكلام ده حقيقي ولا لا؟ اسال زمايلك انت اللي بياكلوا من عندنا وفي البرامج. بقى اغمى عليهم في الكنترول اهو، نصهم اغمى عليه بعد ما سمع ده. لا لانهم كلوا كتير، فيعني انا ممكن مره ولا اتنين كده يعني. لا يا استاذ وائل عملناها يعني. يا استاذ وائل لا، اسالوا يا استاذ وائل. حسين حسني صاحب المطعم. يا استاذ حسين اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. دلوقتي يعني انا لسه بقول ده المحل شهير، يعني انا كل ما اسال حد يقول انا رايح اكل عند حسني الكبابجي يعني. بالظبط تمام. بص يا استاذ وائل، فنلاقي لحم حمير في النهايه، يعني الناس دي كلت لحوم حمير طيله السنوات الماضيه. بص يا استاذ وائل، انا بس عشان ايه، عشان الوقت بتاع حضرتك، احنا بقالنا 60 سنه في المهنه، احنا 5 اخوات وكلنا معانا شهادات ومتعلمين، ودي سمعتنا مش هنخاطر بيها ابدا. لو احنا مش هنخاطر بيها لو بعد 100 سنه، فاحنا ربنا اعلم بينا. وان الموضوع ده انا مقدم بلاغ في النيابه بشكك في العينه ديت، لاني انا مش واثق فيها، مش واثق في نتيجه المعمل. اصل هم الناس هيستهدفوك ليه؟ ده انا مش هيستهدفوني، انا مش محدش يستهدفني. هو الدكتور محمود النجار اللي عمل المداخله مع حضرتك جه عندي وبيفتش عندي قبل كده، وجه مره واثنين وثلاثه، وعارف ان احنا اسهل ما لينا. احنا بقالنا 60 سنه، مش هنضيع 60 سنه كنا ندخل مستورد بدل ما انا مندهش يعني. حتى الناس اهو في الكنترول اللي كانوا كتير عندك بيقول لك احنا هننهق بقى. اللهم صل ابوك كانوا بقالهم سنين يا عم حسني. استاذ وائل، انا كنت هقول لحضرتك لو كده انت نفسك بتاخد من عندنا، واسال بتوع الانتاج في جميع المسلسلات عند الاستاذ مدحت شلبي بياخدوا وجبات من عندنا. تدمرتني صحيا كده يعني. بالظبط. فلو كده تشوف حضرتك بقى انت بالك بتاكل عندنا بقى قد ايه. في حاجه زي كده حصلت، احنا حضرتك دي سمعتنا ومش هنخاطب بيها، بقالنا 60 سنه في المهنه، واحنا 5 اخوات كلنا متعلمين ومعانا شهادات عليا وسايبين شغلنا. طيب يا دكتور محمود، دلوقتي عم هو انا طبعا ما كنتش هقول اسم المحل، بس هو دخل بقى فخلاص بقى محل عم حسني الكبابجي يعني. فهنا بيقول انه انا شاكك في العينه وانا اتظلمت. والله يا استاذ وائل، احنا بعد ما طلعت نتيجه العينه احنا بنفسنا رحنا كمان يعني الدكتور ميلاد مدير التفتيش، علشان المحل احنا عارفينه قبل كده كويس وكل حاجه، فراح بنفسه وسالهم هل ممكن يبقى فيه خطا؟ قالوا لا مش مشكله، احنا بنشتغل على الدي ان ايه وحاجات كده. فاحنا يعني هو ده اللي خلانا ان احنا رحنا خدنا عينات كمان عشان نتاكد لنفسنا المحل الكبير، لان نتيجه المعمل المفروض ما بتغلطش. المفروض ما بتغلطش. لا طبعا مفيش غلطه يعني. لا اصلها مش ما بتشتغلش. طيب يا عم حسن، انت المصيبه في ده انك هتخلي الناس تقول بقى لا في لا محل شهير ولا مش مشهور. هتخوف الناس لانه سمعه المحل، يعني المحل اسمه كبير وبيحقق ارباح كبيره. فانت محتاج ليه نغش ونجيب لحم حمير يا عم حسني؟ انا مش محتاج يا استاذ